بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بتلاميذ الصف الاول الاعدادي يا سنه اولى. كانت في طالبه كتبت لي في التعليقات ان هي عايزه حل امتحان رقم 8 طلع محافظه الشرقيه من كتاب الامتحان صفحه 160. اول سؤال عندي خريطه للعالم، بيقول لي رقم 1 ده هي قاره ايه؟ ده هي قاره اسيا. رقم 2 ده هو المحيط ايه؟ ده هو المحيط الاطلنطي، عشان الطلبه اللي بتتلخبط ده الاطلنطي، لكن ده هو الهندي. طب بيقول لي رقم 3 دائره عرض. لو انت بتتلخبط في دوائر العرض، لازم بتعدي من قاره استراليا وانت مغمض مدار الجدي، لان مدار الجدي هو دائره العرض الوحيده اللي بتعدي من قاره ايه؟ استراليا. طب بيقول لي 4 دي قاره ايه؟ دي قاره استراليا. طب بما تفسر عدم وصول الشهب الى سطح الارض، لأن عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها وتحترق كليا. يبقى هي عشان ايه؟ بتحترق كليا. تكون القارات بشكلها الحالي. تكون القارات بشكلها الحالي حسب نظرية فيجنر، لأن اليابس كان كتلة واحدة متماسكة أطلق عليها ايه؟ بنجاية، ثم تعرضت اللي هي بنجاية للتصدع والانكسار وانقسمت إلى أجزاء وأخذت تتباعد تدريجيا عن بعضها البعض حتى استقرت في مواضعها الحالية وكونت القارات. ده هو تفسير تكوين القارات بشكلها الحالي حسب نظرية فيجنر. طب هو هنا مش موضح هو نظرية فيجنر ولا عشان الأرض تعرضت للالتواءات والانكسارات، فاكتب الاتنين واكتب الإجابة التانية، لأنها الأرض تعرضت للالتواءات والانكسارات اللي هي الحركات البطيئة. إنما لو كاتب لك بين قوسين حسب نظرية فيجنر هتكتب الإجابة دي بس. طيب بما تفسر تؤثر البراكين في تشكيل سطح الأرض، حيث تبرد وتتجمد المواد المنصهرة الخارجة من فوهة البراكين وينشأ عنها 1 الجبال المخروطية مثل جبل كينيا، 2 التلال البركانية مثل تل أبو زعبل بمصر، الهضاب البركانية مثل هضبتي اليمن وأثيوبيا، الجزر البركانية مثل جزر هاواي. يعرف كوكب المريخ بالكوكب الأحمر ليه؟ بسبب غنى تربته بأكاسيد الحديد حمراء اللون. ده علامة صح أو غلط؟ 1 الشمس أقرب النجوم إلى كوكب الأرض وتمدنا بالضوء والحرارة، صح. تعرف مجرتنا بسكة التبانة وتنتمي إلى النوع البيضاوي، غلط، ده هي النوع الحلزوني. كان بحر تيسيس يفصل بين كتلتين بنجاية وجندوانة. لا، السؤال ده مهم بيجي كتير في الامتحانات. بحر تيسيس بيفصل بين جندوانة ولوراسيا. أكبر دائرة عرض هي دائرة الاستواء، صح. سهول وادي النيل في أفريقيا من السهول الساحلية، غلط، ده نهر يبقى سهول ايه؟ فيضية. تتعامد الشمس على دائرة الاستواء في فصلي الربيع والخريف، صح. ماذا يحدث إذا لم يكن هناك ظاهرة تعاقب الليل والنهار؟ سوف يظل الجزء المواجه للشمس من الأرض في نهار دائم، والجزء الآخر البعيد عن الشمس في ليل دائم، وبذلك تصعب وتستحيل الحياة. كان كوكب الأرض أقرب كواكب بالنسبة للشمس. سوف يصبح كوكب الأرض شديد الحرارة وتصعب الحياة عليه، أسرع الكواكب في الدوران حول الشمس. دي النتائج. لم تحدث البراكين في العالم، لم تؤثر في تشكيل سطح الأرض، وبالتالي لم ينشأ. أكتب هنا لم تنشأ الجبال المخروطية مثل جبل كينيا، لم تنشأ التلال البركانية مثل تل أبو زعبل بمصر، لم تنشأ الهضاب البركانية، لم تنشأ الجزر البركانية مثل جزر هاواي. هكتب الإجابة دي بس قبلها كلمة لم. صوب ما تحته خط. المشتري أصغر كواكب المجموعة الشمسية، غلط، ده أكبر كواكب المجموعة الشمسية. الأرض مفلطحة عند دائرة الاستواء، لا، ده منبعجة عند دائرة الاستواء. هي بتبقى مفلطحة فيها طه عند القطبين اللي فيها طه. من العوامل الباطنية السريعة الالتواءات والانكسارات، غلط، سريعة الزلازل والبراكين. ما المقصود باليابس والنجوم والكواكب الأرضية؟ اليابس الأجزاء المرتفعة عن مستوى سطح البحر التي لم يغمرها الماء مثل القارات.
النجوم أجسام كبيرة الحجم مضيئة وملتهبة ومتوهجة تشع ضوءا وحرارة. الكواكب الأرضية كواكب صلبة قريبة من الشمس مكونة من مواد صخرية مشابهة للأرض وأحجامها صغيرة وسريعة الدوران حول الشمس. ما مقترحاتك للحفاظ على مياه نهر النيل؟ هنا يا سنة أولى أنا كتبت حاجات كتير، أنت اكتب اللي أنت عاوزه، اختار 1 أو 2 أو 3، أو اكتب أي إجابة تانية صح، لأن في الآخر ده ما مقترحاتك. نكتب 1 عدم إلقاء النفايات في نهر النيل، عدم إلقاء مخلفات الصرف الصحي والصرف الزراعي في نهر النيل، عدم إلقاء المواد البلاستيكية مثل الزجاجات والأكياس التي تتحلل إلى أجزاء صغيرة جدا، عدم استخدام طرق الري الحديث استخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط، عدم الإسراف في استخدام المياه مثل غلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان. لمن تنسب الأعمال الآتية: قام ببناء معبد اللبرانت الضخم إمنمحات الثالث، أسس الدولة الحديثة، أحمس آخر الفراعنة العظام وقضى على خطر شعوب البحر المتوسط، رمسيس الثالث، أرسل أسطولا لبلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز، سنفرو أول من غير في أسلوب العمارة الملكية، زوسر آخر ملوك الأسرة السادسة وانهارت في عهده سلطة الحكومة المركزية، بيبي الثاني. طب دلل. أول سؤال سهل بس بيتكرر كتير في الامتحانات: تأثر الهكسوس بالحضارة المصرية القديمة، حيث تلقبوا بألقاب مصرية، لبسوا ملابس المصريين، تحدثوا بلغة المصريين. تعددت الصناعات القائمة على نبات البردي، السؤال ده مهم، حيث صنعوا من نبات البردي الورق والسلال والحصير والحبال والقوارب. كان للمصريين القدماء ابتكارات عديدة في تنظيم الجيش، حيث أقاموا القلاع والحصون، قسموا الجيش إلى قلب وجناحين، أول من اخترعوا حرب المفاجأة والالتفاف حول العدو، أول من درسوا ساحة القتال قبل بدء المعارك، وألبسوا الجنود ملابس قصيرة. قارن بين مملكة الشمال والجنوب من حيث الشعار والمعبود والعاصمة. أدي مملكة الشمال الشعار نبات البردي، مملكة الجنوب زهرة اللوتس، المعبود ثعبان الكبرى، هنا أنثى النسر. طيب بيقول لي إيه العاصمة مملكة الشمال؟ بوتو، وعاصمة مملكة الجنوب نخم. اكتب المصطلح التاريخي. 1 نظام الحكم والسلطات المختلفة الموجودة في المجتمع، ده تعريف الحياة السياسية. تحويل المواد الخام من صورة إلى أخرى، ده تعريف الصناعة. طيب في أي عصر من عصور مصر القديمة كانت عبادة كل من الآلهة؟ الإله آمون في عصر الدولة الحديثة، طب رع عصر الدولة القديمة. طيب من الملك الذي نادى بالتوحيد؟ أمنحتب الرابع اللي هو إخناتون. طب ما العاصمة التي أنشأها هذا الملك؟ أخيتاتون. أرسل الملك نخاو بعثة للدوران حول أفريقيا من مين؟ من الفينيقيين. السؤال ده مهم. صاحب النفوذ المطلق في مصر القديمة الفرعون. أطلق المصريين القدماء على الملك مين لقب المحسن المحبوب؟ سنفرو. اختصت إدارة بشؤون الزراعة، من اسمها زراعة طب الحقول. عاصمة مصر في عصر الدولة الوسطى مدينة، السؤال ده حلو، أستاو. طيب ما النتائج التي ترتبت على اعتقاد المصريين القدماء في البعث والخلود؟ بنوا الأهرامات لتكون مقابر حصينة توضع فيها جثث موتاهم بعد تحنيطها، وزودوها بالطعام والشراب والأساس الذي كان يستخدمه الميت في حياته، ونقشوا على جدرانها رسوم ومناظر تدخل السرور على المتوفي وتبعد عنه وحشة القبر، وشيدوا الأهرامات في الصحراء حيث يسود الجفاف. هتكتب كل ده، هو سهل. حفر قناة سيزوستريس أدى إلى زيادة الصلات التجارية مع فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط زي كريت وقبرص اللي موجودة في البحر المتوسط، وبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. السؤال ده مهم. اكتشاف الإنسان للنار، استخدمها في طهي الطعام والإنارة وإبعاد الحيوانات المفترسة.
لو في اي سؤال ما انتش عارفه اكتبهولي في التعليقات يا سنة اولى. اي محافظة عايز حلها اكتبها لي في التعليقات او كلمني على الواتس. انا بسيب رقم تليفوني تحت، اللي محتاج مني اي حاجة يسيب لي رسالة. وربنا معاكم يا سنة اولى.